عمركم لاحظتم إن ميكي ماوس إيده فيها 3 صوابع بس وإبهام؟ وأكيد طبعًا دي مش غلطة، بالعكس دي واحدة من أذكى الحِيَل اللي عملتها ديزني من أكتر من 90 سنة. خلونا نرجع لسنة 1928 وقت ما ظهر ميكي لأول مرة في فيلم ستيم بوت ويلي. وقتها ما كانش فيه كمبيوتر ولا برامج أنيميشن، كل مشهد كرتون كان بيترسم فريم فريم بإيد الرسام على ورق. يعني مثلا لو الفيلم مدته 10 دقايق والثانية بيكون فيها 24 فريم، يبقى 10 في 60 في 24 تقريبا كده أكتر من 14,000 رسمة. وبالتالي كل تفصيلة زيادة في الرسم بتزود التكلفة والوقت. وهنا بتيجي عبقرية فكرة والت ديزني، نشيل الصباع ونوفر آلاف الدولارات وساعات كتير من الشغل. بس الموضوع ما كانش توفيره بس، لأ كان في حتة فنية كمان. شخصيات الكرتون أغلبها بيكون جسمها صغير وراسها كبير، لما يحط له 4 صوابع وإبهام الإيد بتبان غريبة ومش مريحة للعين. ال3 صوابع والإبهام عملوا توازن بصري وخلوا الإيد شكلها طبيعي ولايق على كاركتر مش طبيعي وخيالي أصلا. والقرار ده موقفش عند ميكي بس، بطوط، بندق، ويني ذا بوه، الكل بنفس القاعدة. والفكرة دي بعد كده بقت خلاص أساسية في كل عالم الكرتون. عندك باجز باني، ذا سيمبسونز، حتى سبونج بوب كلهم عندهم 3 صوابع وإبهام. المرة الجاية وانت تتفرج على كرتون جرب تعد الصوابع وصدقني مش هتعرف تبطل تاخد بالك منها بعد كده.